بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. صلاة الاستخارة من أعظم منح الله عز وجل، لأن العلماء قالوا والله ما خاب من استخار الله ولا ندم من استشار الناس. يعني أنت بتستخير ربنا وتشاور الناس. الدليل على صلاة الاستخارة ما رواه البخاري من حديث جابر بن عبد الله أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. يعني أي ركعتين سنة خليهم سنة واستخارة، وتيجي بعد التشهد وتقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتقوله: شرائي للأرض الفلانية، شرائي للعربية، زواجي من فلانة، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وأجله، فيسره لي وأقدره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر وهو تسمي الموضوع شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وأجله، فاصرفه عني واصرفني عنه وأقدر